إذاعتنا تقدم التمثيلية الإذاعية أقل من 10%. تأليف محمد إسماعيل راغب. هندسة صوتية أدهم حمزة الثقاف. تمثيل شيماء هاني، منى البغدادي، هنا أبو العزم، ولاء عصام، أدهم الثقاف، أحمد هشام، بالاشتراك مع الفنان جودة رمضان والفنان أسامة الشهاوي. انت خارج برضه يا بوبي؟ انا مش عارفه اقعد معاك خالص، كل يوم عمليات. هو انا كنت بحلم؟ الاب فين؟ انا واثقه اني عملت له داونلود، ازاي اختفى من على الموبايل؟ أقل من 10%. تأليف محمد إسماعيل راغب. الو. ايوه يا بوبي. ايوه يا نادين، انت لسه نايمه؟ احنا بقينا الظهر. ما انا اخدت الاجازه خلاص يا بوبي، عادي بقى انام براحتي. ما ينفعش كل يوم كده السهر لوش الفجر والنوم للعصر. ما انت بتسهر طول الليل برا البيت يا دكتور محسن. شغل يا نادين وعمليات في المستشفى غصب عني، انما انت ما وراكيش حاجه، فارجوكي ما تبوظيش الساعه البيولوجيه بتاعتك. ما انا لو بوظت الساعه ممكن بابي حبيبي يجيب لي غيرها. مش هتبطلي هزار. عموما عينيا ليكي، بس انا جايب لك حاجه تانية خالص غير الساعه. حاجه ايه دي يا بابي؟ هتكون هديه نجاحك، حاجه نفسك فيها من زمان. والنبي قول لي ايه هي؟ خليها لوقتها، انجحي انت بس وهفاجئك. عيب بقى، ده انا نادين محسن اشطر حد في دفعتي. مش ناوية تيجي معايا حفلة بالليل يا نادين؟ معلش يا مامي، انا مظبطة مع فريدة وهنروح مطعم حلو قوي في التجمع ونسهر شوية. براحتك، انا رايحة للكوافير. باي. عايزة حاجة؟ لا يا مامي، ميرسي. هو انتي فاضيالي اصلا؟ اعوز ولا معوشي مش فارقة. ايوه يا نادين، جاهزة يا بنتي اعدي عليكي؟ بصي بقى، اخرنا 2-3 بس علشان انا عندي مذاكرة كتير. يو بقى، هو كل ما اكلمك تقوليلي مذاكرة؟ كان لازم يعني تدخلي صيدلة وتقري في نفسك وتقري فينا. ما انا داخلة صيدلة مخصوص علشان الاقي علاج للسانك الطويل ده. بقولك ايه يا فريدة؟ قولي. اعمل نفسي فود بلوجر وانتي تصوريني وانزل بالريفيو على تيك توك بتاعي، ايه رأيك؟ فود بلوجر ايه؟ عايزين ننجز، انا ورايا مذاكرة. بس بقى يا بنت انسي شوية المذاكرة، صوري يلا، يمكن لما يشوفوني بقول جوسي ما يخلوناش ندفع الحساب. هالة يا هالة، ندخل بقى على المشويات، والحقيقة الكفتة خطيرة والستيك جوسي. انت يا هانم. في ايه يا محسن؟ شوفي بنتك عاملة ايه. نادين؟ ايوه نادين. مالها؟ شوفي. وريني كده. تعالوا المطعم وهتتبسطوا قوي، وكمان اسعاره حلوة ومش غالية، والسعر شامل كل حاجة، ما بيضيفش عليه اي حاجة. مالها يعني عشان تزعق كده؟ بنتك طالعة تعمل ترويج لمطعم وتتنطط على تيك توك زي العيال اللي بيلفوا على المطاعم. اوف، وايه يعني؟ هي الحكاية دايما بتبتدي كده، وبعدين مش عارفين ممكن تصور ايه. محسن، انت مكبر الموضوع ليه؟ ده فيديو عادي، اكيد هي بتهزر وما فيهوش حاجة خارجة. طبعا، ما ده العادي بالنسبة لك، ما انت كده طول عمرك مكبرة دماغك ومش بتركزي غير في الحفلات والنادي وسيدات المجتمع والسهرات بتاعتكم لوش الصبح. في ايه يا محسن؟ مالك؟
انت هتسيب موضوع نادين وتمسك فيا انا؟ ما هي أكيد متابعة الجروب بتاعك، وصور وفيديوهات وسهرات وضحك. الموضوع بالنسبة لها عادي، وقالت إيه يعني لما أعمل فيديوهات تيك توك؟ ما الست مامي منزلة صور وفيديوهات ضحك مع الهوانم والبهوات في حفلاتهم. محسن من فضلك، دي حفلات عامة بيحضرها صفوة المجتمع، يعني مفيش داعي لكلامك الغريب ده. عن إذنك. هالة، مالك؟ مش في المود يعني؟ محسن يا صافي، الدكتور ماله؟ مش عاجبه الحفلات والصور بتاعتنا والسهر. الصراحة يعني جوزك ده دقة قديمة قوي، هو لسه في حد بيفكر كده؟ يا ريت على قد كده وبس. ها، عمل ايه تاني؟ بهدل نادين عشان الفيديو اللي نزلته على تيك توك. بتاع الريستوران؟ أيوة. اوه ماي جاد، ماله الفيديو؟ دي نادين سكر وسو كيوت قوي في الفيديو. مش موافق انها تعمل فيديوز. لا 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 لا، ده الله يكون في عونكم. ما تزعليش مني يعني دكتور محسن، so complicated. بقولك ايه، قومي نرقص احسن، يلا يلا. عايزة حاجة يا نادين؟ انت خيرك برضو يا بابي؟ معلش يا حبيبتي، والله عندي 3 عمليات النهاردة. انا مش عارفة اقعد معاك خالص، كل يوم عمليات. أوعدك بكرة أفضي نفسي خالص وأقعد معاكي. طيب ينفع اطلب حاجة؟ عينيا ليك يا حبيبتي. عايزة ارجع اعمل فيديوهات على التيك توك تاني. نادين من فضلك، أنا اتكلمت معاكي في الموضوع ده قبل كده. أنا خايف عليكي، عشان خاطر انسي الموضوع ده لو بتحبيني، وياريت تحذفي التطبيق ده خالص. بس يا بابي دي فيديوهات عادية ما فيهاش حاجة وحشة. وبعدين انت شفت الكومنتس وقلة الأدب من الشباب، واللي بيعاكس واللي بيشتم. ليه تعرضي نفسك للكلام الفارغ ده كله؟ خلاص ولا كأني قلت حاجة يا بابي. أنا نازل عشان كده هتأخر. سوري اني عطلتك عن شغلك. لا يا حبيبتي مش قصدي. فاهمة والله فاهمة. اتفضل حضرتك عشان شغلك، ما تقلقش. خلي بالك من نفسك، وأنا هبقى أكلمك أطمن عليكي. باي. الو. ايوه يا بابي. أيوة يا نودي، طمنيني، انت كويسة؟ ايوه يا حبيبي كويسة. هلا رجعت ولا لسه؟ لا مامي لسه في الحفلة ما رجعتش. اوكي ماشي، انا هتصل بيها. بابي بقولك ما تنسيش هنتعشى بكرة سوا زي ما اتفقنا، وفي مكان تحفة. هبعتلك الصور بتاعته على الواتساب، ممكن نسهر فيه. معلش يا نودي بجد، انا مش عارف اقولك ايه. بجد انا حاولت، بس في حالات مستعجلة وبكرة هيبقى صعب قوي. خلاص يا بابي، ما تشغلش بالك. معلش انا هقفل دلوقتي عشان داخل العمليات. باي يا نادين. عادي، ما انت مشغول على طول. نادين ازيك؟ اهلا يا فريدة. انت كويسة؟ عادي. في ايه يا بنت مالك؟ مفيش، عادي. لا في، قولي. يعني العادي، مامي سهرانة مع صاحبتها سيدات المجتمع، وبابي في أوضة العمليات مشغول. طيب ابوكي وليه عذره، دكتور ومعاه عمليات وعيانين، ما ينفعش تزعلي منه. انا اهو لسه فاسلة صغيرة في صيدلة، وحاسة اني مش لاقية وقت اهرش. ماشي يا مهمة. لا ما اقصدش، بس عايزاكي ما تضايقيش نفسك. طب ليه ما روحتيش الحفلة مع طنط هالة؟ ما بحبش الحفلات دي، وصاحبات مامي دول دمهم تقيل، وخصوصا طنط صافي دي مش برتاح لها خالص. صافي من وسط زنبلك. معلش يا فريدة، الموبايل 10% وشكله هيفصل. باي بقى. ماشي، بس المهم
فكك من اي حاجة مضايقاكي. اوكي باي. يوه، انا مكسلة اشحن الموبايل، مش عايزة اعمل اي حاجة. اقلب شوية في الستور لغاية ما يفصل. ها، ايه الابليكيشن ده؟ اقل من 10%؟ ها، يعني ايه؟ مامي، مالك في ايه؟ اتخضيتي كده ومش عوايدك تنامي لغاية دلوقتي. ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ قومي يلا عشان طنط صافي هتتغدى معانا النهاردة. طنط صافي؟ ايوه طنط صافي، قومي يلا فوقي كده وخدي الشاور بتاعك وجهزي. less than 10%. مش بتاكلي ورق عنب ليه يا صافي؟ ده الطباخ عامله مخصوص عشانك. خايفة أتخن يا هلو، وانتي عارفة بقى ورق العنب لو كلت منه مش بعرف أقاوم. أنا هاكل ستيك زي نودي كده، واضح إنها عاملة دايت زي، مش كده يا نودي؟ نودي less than 10%. هو آب يجعلك تدخل عالم مثير، يحتم عليك أن تكون سريع الحركة، تلتقط أنفاسك وأنت تسارع الزمن. نودي يا نودي. ها؟ نادين مالك؟ دي مش معانا خالص. معلش يا صافي، هي بس بتفكر في النتيجة وقلقانة، مش كده يا نادين؟ فعلا، سوري يا طن صافي. Don't worry يا قلبي. بقالي أسبوع بسيرش. هو أنا كنت بحلم؟ الأب فين؟ أنا واثقة إني عملتله داونلود، إزاي اختفى من على الموبايل؟ والسيرش الستور مفيش أي حاجة بالاسم ده، ملهوش أثر. حتى سيرش الجوجل ما ادانيش أي ريزلتس. معقولة كان بيتهيألي؟ مش فاهمة فيه إيه. مساء الخير يا نودي. مساء النور يا بابي. أنا عارف إنك زعلانة مني. ها؟ ليه بتقول كده يا بابي؟ عشان الاتفاق اللي كان بينا الأسبوع اللي فات إننا نخرج ونتفسح. لا أبدا يا بابي. لا إزاي؟ ده أنا ملاحظ جدا، حتى لما نتيجتك ظهرت من يومين ونجحتي بتفوق ما حسيتش إنك مبسوطة. بس أنا عامل لك مفاجأة النهاردة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه يا بابي؟ أولا أنت تعزميني على العشاء. أنا أعزمك؟ في أي مكان تختاريه. بجد يا بابي؟ ثانيا بقى وده الأهم، إننا مش هنروح بعربيتي. ليه؟ هي العربية فيها حاجة؟ مش هنروح بعربيتي عشان هنروح بعربيتك الجديدة. عربيتي أنا؟ مبروك يا حبيبتي، امسكي مفتاح العربية اللي كنت بتتمنيها وأحدث موديل كمان. بابي! ده بمناسبة نجاحك وكمان عشان أصالحك. يا حبيبي يا دكتور، أنا مبسوطة قوي، بحبك قوي يا بابي. راحة شوية يا نادين، بلاش تهور. مبسوطة قوي يا بابي، العربية تحفة، نفسي بجد. ربنا يسعدك يا قلب بابا. المهم هتودينا فين بقى؟ أجمل ريستورانت سي فود في التجمع لبابي حبيبي، وهو اللي هيحاسب طبعا. ياه دي طماعة قوي، هو يفتكر إني لسه جايب لك عربية وحاسب انت. لا انت اللي عازمني ما تنساش. انت ما شحنتيش موبايلك ليه؟ عموما مش مهم، لو هلا حبت تكلمك ولقيته مقفول هتتصل عليا، هي عارفة اننا مع بعض. نسيت يا بابي، ده الموبايل فعلا اقل من 10%. لا مش ممكن.
حسبي يا نادين، حسبي. الحمد لله على السلامة يا نادين. الله يسلمك يا فريدة. مش انت يا بنتي بتعرفي تسوقي؟ مالك كده كنت هتشخرمي العربية من أول مرة تركبيها. بطلي هزار بقى، ده احنا كنا هنموت. زعلانة قوي اني خضيت بابي. أبوكي كويس الحمد لله، وهو فعلا مخضوض عليكي قوي، والحمد لله إننا كلنا اطمنا. بس حقيقي ايه اللي حصل؟ انت على طول كنت بتسوقي عربية صاحبتنا ماهي وبتخمسي بيها، ايه اللي حصل؟ فريدة، انا حاسة في حاجة غريبة قوي بتحصل مش فاهماها. حاجة ايه؟ احكيلي. هقولك. بس يا مامي انا مش حابة اطلع الساحل دلوقتي. نادين من فضلك، أنا خلاص رتبت نفسي وهنسافر بعد الفجر. انت عارفة ان عندنا حفلات ومؤتمرات كتير الصيف ده، وانا واحدة من اهم العضوات، ما ينفعش افوتها. طنط صافي هتعدي علينا ونتحرك الفجر. طيب خلاص اوكي، بس انا هطلع بعربيتي الجديدة. اوف، عايزة تسوقي تاني وانت لسه من اسبوع كنتي هتعملي حادثة؟ مامي انت عارفة اني بسوق كويس، واللي حصل ده مش هيتكرر. اوكي ماشي، يلا نامي ساعتين عشان تكوني فايقة وانتي سايقة. اوكي مامي. مش عارفة انام خالص، مستنية الموبايل الزفت ده لما شحنه يقل عشان اتأكد انا عاقلة ولا مجنونة. ايوه اهو التطبيق ظهر على الموبايل. ايه الهبل ده؟ هفتحه بسرعة اشوف التعليمات والوصف. ايوه، مكتوب ايه بقى؟ وهو كمان هخلي لغة عربي. التطبيق لا تتوفر عنه أي معلومات نهائيا على أي موقع، بحيث في حالة ما إذا كان الهاتف مشحون أكثر من 10%، كذلك يختفي تماما من المتجر ومن الهاتف حتى لو كان موجود وتم تنزيله من قبل، ولا يظهر إلا في حالة ما إذا كان الشحن منخفضا. ملحوظة: لا تحاول تشغيل موفر الطاقة، لأنه عند تشغيله يختفي البرنامج أوتوماتيكيا من الهاتف. يوه، الموبايل فصل، ملحقتش أجرب الابليكيشن الغريب ده. فعلا أنا كنت بدور على جوجل وعلى الستور وعلى الفيس وما كانش فيه أي نتائج خالص. معقول فيه كده فعلا؟ والله زي ما بقولك كده يا فريدة، مش عارفة ايه ده. وكمان تكمل بصافي مدم تقيل وجايبة معاها اخوها كريم. مين كريم ده كمان؟ معرفوش، بس مامي بتقول انه كان بيدرس برا ولسه راجع قريب. حاسة اني شفته قبل كده، بس فين مش عارفة. السفرية دي كلها على بعضها مش على مزاجي، بس مامي اللي صممت. بقولك ايه يا فريدة، قولي. ما تحاولي تيجي وتبقي معايا. كان نفسي الحقيقة يا نودي، بس انت عارفة الصيدلية. صيدلية ايه؟ انت مش خلصتي امتحانات خلاص؟ مخبيش عليكي، انا مرتبة انزل شغل في الصيدلية فترة الاجازة، وهو منها تدريب ومنها ساعد امي في مصاريف البيت. ربنا معاكي يا حبيبتي، بس برضو حاولي لو حتى كام يوم. حاضر هحاول. طب السلام دلوقتي عشان ماما بتتصل. يلا باي. ايوه يا ماما. بتكلمي مين؟ انا بقالي ربع ساعة بطلبك وبعتلك واتس. سوري يا مامي، بكلم فريدة. اوف، يا دي فريدة اللي مراناش غيرها. المهم الريست الجاية هنركن، انا بفكرك بس عشان ما تسرحيش. مش ناسية يا مامي، حاضر. يلا باي. مش بتاكلي ليه يا انسه نادين؟ مش جعانة يا أستاذ كريم. لا انا ما بحبش الالقاب، خليها كريم وبس. في اوروبا كل واحد بيتنده باسمه على طول. والحياة في اوروبا حلوة يا كريم. شور يا هالة، الناس هناك منظمين ومحترمين جدا والشوارع نظيفة.
وطبعا كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه هناك. والناس في الساحل كده برضو زي أوروبا يا كيمو، مش كل مصر يعني زي ما انت متخيل. في الحقيقة القاهرة صعبة قوي وفيها تلوث وعك جامد، ولا ايه رأيك يا نادين؟ لا، القاهرة حلوة عادي، بس تقريبا قعدك برا مصر خلاك مش متحملها. احنا كده هنتأخر، ممكن نقوم نتحرك دلوقتي عشان نرتاح كام ساعة لما نوصل ونستعد لحفلة بالليل. اوكي، انا ممكن اركب مع نادين لو ما كانش عندها مانع واكمل معاها المناقشة دي في الطريق. نعم، تركب معايا؟ طبعا ما عندهاش مانع يا كريم. يلا بينا، هنكون قدامكم انا وصافي بعربياتنا ونتقابل عند الشاليه بتاعنا في الساحل. نورت الساحل يا كيمو، انتوا وصلتوا قبلنا اهو. نادين شطورة سبقتنا. لسه واصلين من 5 دقايق يا طنط. كنت متخيلة انك ناسية مكان الشاليه، وخصوصا انك اول مرة تسوقي لوحدك يا نودي. عادي يا ماما، في لوكيشن كوردينتس، مش قصة يعني. ويا ترى كملتوا كلامكم انتي وكيمو في موضوع مصر وأوروبا؟ الحقيقة ان نودي قصدي نادين بتحب القاهرة اكتر من الساحل ومتعلقة بيها. بالنسبة لي في الحقيقة مش فارقة كتير، مصر كلها زحمة ودوشة مش زي اوروبا خالص. نودي ايه يا نوتي؟ ما تقلقش، انا واثقة انك انت هتغير رأيك لما تقعد هنا في الساحل. واو، فانتاستيك. الأجواء هنا عالمية. مش قلتلك يا كريم؟ تقريبا أنا هبتدي أغير رأيي عن مصر. مامي، أنا هروح أتمشى شوية على البيتش وأكلم بوبي. هتسيبي الحفلة وتتمشي على البيتش يا نودي؟ ما تقومي ترقصي ونهيص كده. معلش يا طنط، ما كلمتش بابي من الصبح. براحتك يا نادين، بس ما تبعديش قوي عن هنا. أوكي ماما. طيب تسمحي لي أجي أتمشى معاكي؟ تروح فين؟ أمال أنا أرقص مع مين؟ قوم يلا نرقص. في ايه يا نادين؟ من اول الحفلة مكشرة ومش طايقة حد. مفيش يا ماما، وأنا كنت عملت إيه؟ كل ده وعملتي ايه؟ كنت عايزة أطمن على بابي ومش بيهض. عن إذنك، أنا داخلة أرتاح. ايوه، يعني عمل ايه كريم ده؟ كل اللي حكيتيه عادي يا نادين. مش عارفة، أنا حاساه غريبة قوي ومش مرتاحاله يا فريدة. بقولك ايه، سيبك منه واستمتعي يا بنتي. أنا عايزة أرجع كايرو أصلا. أيوة. انت بقيتي متوحدة يا بت ولا ايه؟ شكلي كده. انجوي يا بنتي، انجوي كده وفكك. خلاص، اوكي يا فريدة، باي دلوقتي، باي. الابليكيشن ظهر اهو، ادخل بسرعة اجربه بدل ما كل مرة بيفصل مني. واو، انا حاسة ان الادرينالين زاد عندي، عايزة اجربه بسرعة قبل ما الموبايل ما يفصل شحن. شكله تحفة، وشكل البروفايلات جامد. الستايل بتاعك النهاردة فانتاستيك يا نودي. ميرسي يا كريم، بس بليز بلاش نودي دي. أنا بسمعهم كلهم بيقولوا لك يا نودي. من فضلك، دي مامي وطنط صوفي، إنما أمال أنا إيه؟ أنتي معتبراني حد غريب؟ أمال أنت إيه؟ الحقيقة أنا مصدقت إنك وافقتي إني أتمشى معاكي على البيتش. أنا معجب بيكي جدا على فكرة. معجب بيا إزاي يعني؟ يعني معجب بستايلك وكلامك وجسمك. إيه الهبل اللي بتقوله ده؟ مش فاهمة يعني إيه؟ يعني معجب بكل حتة فيك يا نودي. أنت مجنون! بتحاول تتهجم عليا يا حيوان! بتضربيني يا شرقية يا متخلفة. في ايه يا نادين؟ الحيوان ده حاول يتحرش بيا يا ماما، لازم ابلغ الشرطة. قال إن أنا بتحرش بيها؟ impossible طبعا. كريم اللي عاش في أوروبا وسط المجتمعات الراقية يعمل كده؟
ممكن نمشي دلوقتي يا نادين؟ لازم أبلغ الشرطة. نادين من فضلك امشي قدامي، الساحل كله بيتفرج علينا. ماشي ماشي يا مامي، حاضر. قلت لك يا محسن مفيش حاجة، كان هزار بينها وبين كريم واتعصبت عليه وضربته بالقلم والموضوع خلص خلاص. وهي ما بتردش عليا ليه؟ وتليفونها مقفول. لو سمحت اديها تليفون خليها تكلمني. هاتي يا مامي الموبايل. أيوة يا بابي، ما تقلقش، أنا كويسة والله. احكيلي بالظبط حصل ايه؟ مفيش حاجة، كنا بنهزر والهزار قلب جد وخلاص الموضوع خلص. ولو اني حاسس انك مش بتتكلمي بصراحة مع بابي، بس اوكي اخلص بس العملية وما تناميش، بعد 3 ساعات تقريبا هكلمك. عجبك الفضايح دي وزعلتي مننا صافي؟ ده كل اللي همك؟ بقولك أخوها حاول يمسك جسمي ويتهجم عليا. أكيد بيتهيألك، كريم إنسان راقي ومتربي برا مصر. أنا مرضتش أحكي لبابي عشان خفت يجي ويمسكه ويموته. بابي؟ هو بابي فاضلنا أصلا؟ أنا متجوزاه بقالي 20 سنة، مش فاكرة إنه قعد معايا أسبوع على بعضه، كل حياته في الشغل والعمليات. اسمعي كلامي وخرجي الأوهام دي بقى من راسك. عن إذنك يا مامي، أنا داخلة أنام. طيب جاية معايا الغدا بتاع يوم التلات ولا برضه هترفضي؟ معلش سيبيني براحتي. زي ما تحبي، ما عدتش هقولك على حاجة. عندك البيتش والنادي وأي نشاط في الساحل، حابة تعملي براحتك. عدوا 3 ساعات اهو يا دكتور محسن، ولا اتصلت ولا عبرتني، وانا اللي كنت ناوية انفجر واحكي لك واقول لك تيجي تاخد لي حقي من الحيوان ده، بس تقريبا شغلك اهم عندك من بنتك ومراتك. عادي، خليني اركز في الشحن احسن. انجز بقى، انت ايه مشحون واقع هنا بكواع، ما تخلص. ايوه الاب اهو سهر، افتح يا سمسم. تحفة تحفة. صباح الخير يا مامي. صباح النور. ممكن اجي معاكم حفلة البيتش بالليل؟ انتي اكيد بتهزري، حفلة البيتش؟ متأكدة يا نادين؟ ايوه متأكدة. طيب صافي وكريم؟ عادي يا مامي. انتي بقالك اكتر من شهر من وقت المشكلة مع كريم وانتي مش طايقة تسمعي اسمهم. خلاص يا مامي، موضوع وخلص، وانا زهقانة اني لوحدي وبخرج كل يوم من البيتش للنادي مع نفسي كده. عايزة اخرج معاكم، ممكن؟ طبعا ممكن يا نودي، انا كنت رايحة الكوافور دلوقتي، تيجي معايا؟ قشطة جدا، شو معاكي؟ قشطة. طيب هتكلمي بابا تقولي له؟ لا مفيش داعي نعطله، سيبيله عملياته، يلا بينا احنا. يا ريت يا كريم ما تكونش زعلان مني. اطلاقا يا نودي، نو بروبلم. قال لها بلاش نودي. لا براحتك يا كيمو. انتي اتغيرتي خالص يا نودي. يا ترى للأحسن ولا للأوحش؟ للأحسن طبعا. تقومي نرقص؟ اوكي. رايحة فين يا نادين؟ هنرقص يا مامي. ترقصي؟ ايوه هلا، فيها ايه يعني، هنرقص. بس نادين مش متعودة على الرقص والكلام ده. عادي، اتعود يا ماما. يلا يا كيمو.
حد بيتصل. ياه، لسه فاكر يا دكتور؟ أجلوا كل حاجة دلوقتي، أنا لازم أسافر الساحل فورا. بنتي اختفت فجأة ومش لاقيينها. أيوة يا هالة، أنا على الصحراوي، قربت أوصل. مفيش برضو أخبار عن نادين؟ في مصيبة يا محسن، مصيبة. لقيته نادين؟ في إيه؟ اتكلمي. لقينا نادين، بنت غرقت في البحر يا محسن وماتت. نادين؟ لا، مستحيل مستحيل. نادين بنتي كده تروح مني في لحظة؟ أنا مش قادر أصدق. دكتور محسن من فضلك تمالك أعصابك عشان نقدر نسألك. مش قادر يا حضرة الضابط، نادين غرقت في البحر. تقدر تقول لي بنتك نادين آخر مرة كلمتك كان إمتى؟ امبارح الظهر، أنا كلمتها وكانت كويسة ومبسوطة، وقالت لي إنها ممكن تحضر حفلة عمرو بالليل مع والدتها. مدام هالة، حضرتك حضرت حفلة عمرو دياب امبارح بالليل؟ أيوة يا فندم. ونادين حضرت؟ كانت هتيجي بس تعبت قبل ما ننزل بشوية، وطلبت إنها تفضل في الشاليه، وأنا عملت لها نعناع سخن وسبتها نايمة. هل دار بينك وبينها أي اتصال هاتفي بعد كده؟ لا يا فندم، أنا انشغلت في الحفلة وكنت فاكرة إنها نايمة. ما انت طول عمرك مشغول عنها، حتى وهي معاكي ما قدرتيش تحافظي عليها وراحت مننا. انت آخر واحد يلوم ولا يعاتب يا دكتور. قولي انت تعرف ايه عني وعن بنتك؟ انت شغلك طول عمرك أهم مننا. من فضلكم مش وقت الكلام ده. لله الأمر من قبل ومن بعد. مستحيل 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 نادين تعمل كده، مستحيل. بنتي أنا كانت حامل وماتت غرقانة بفعل فاعل؟ مستحيل. أنا السبب، أنا اللي قتلتها. أرجوك يا أنكل مش كده. أهملتها واهتميت بشغلي وهو النتيجة. بس قسما عظما ما هسكت إلا لما حق نادين يرجع وأشوف الكلب اللي عمل كده متقطع حتت قدامي. ازاي ده حصل؟ انا هتجنن. نادين الفترة الأخيرة كانت كويسة جدا، وانا كنت مبسوطة ان هي خرجت من عزلتها وابتدت تفرح وتنبسط وتحضر سهرات مع طنط هالة. انا مش مصدقة اللي حصل لها ده. أستاذ كريم، انت ايه علاقتك بالمجني عليها؟ نادين تبقى بنت مدام هالة، صديقة صافي أختي. كنت فين وقت ارتكاب الجريمة؟ كنت في الحفلة. بس بمراجعة تذاكر الحفلة وجد انك ما حضرتش الحفلة، وكمان صحابك اللي كنت مرتب معاهم حضورك الحفلة قالوا انك اعتذرت لهم قبل الحفلة بساعة واحدة بس، وده تقريبا نفس التوقيت اللي اعتذرت فيه نادين لوالدتها مدام هالة عن حضور الحفلة. تقصد ايه حضرتك؟ رواد قرية الزمردة ومديرها مستر يوسف ذكروا ان من حوالي شهر ونص تقريبا، وأثناء إقامة حفل بالقرية حدثت مشاجرة عنيفة بين المجني عليها وبينك، وإنها اتهمتك بالتحرش وصفعتك على وشك. أيوة حصل، بس هي كانت فاهمة غلط وبعد كده اتصالحنا. واضح إنك رتبت للانتقام منها بطريقة شيطانية. أولا استغليت سنها الصغير وأقمت معها علاقة، وبعد ما حملت منك رتبت لقتلها وغرقتها في البحر بكل قسوة بعد ما ضربتها على راسها بآلة حادة. أقسم بالله ما حصل، أنا مستحيل أعمل حاجة زي كده. أنا معترف إني حاولت أتحرش بيها، بس بعد كده سامحتني وبقينا أصحاب. ما حصلش بينا أي حاجة من اللي حضرتك قلتها دي. إيه طبيعة العلاقة بينك وبين نادين؟ زي ما قلت لحضرتك، في بداية معرفتي بيها كانت منطوية ومش مندمجة معانا، وكانت حتى بترفض تحضر حفلات أو سهرات معانا، ومدام هالة دايما تعتذر لنا بحجة إن نادين تعبانة أو مشغولة. وبعدين
بعدها بأكتر من شهر اتغيرت نادين تماما، بقت مندمجة معانا عادي وبقينا فريندز جدا. طيب أنا ممكن أصدق، بس قولي كنت فين يوم ارتكاب الحادث وليه اعتذرت عن الحفلة؟ أنا انت ايه، مش لاقي كدبة جديدة ولا ايه؟ خده يا ابني على الحجز. عايزة حقي يا فريدة، محدش هيجيب لي حقي غيرك. حقي يا فريدة، حقي. نادين فريدة، مالك يا بنتي؟ نادين يا طنط، نادين نادين جات لي في المنام وقالت لي محدش هيجيب لي حقي غيرك. انت بتترعشي يا فريدة؟ اهدي طيب وخدي اشربي. انا مش عايزة حاجة. انا شايفة انك ترجعي القاهرة افضل، لان حالتك النفسية بتسوء. مش هرجع يا طنط بعد اذنك الا لما اقابل كريم واعرف عمل كده ليه. كريم؟ ايوه يا طنط، كريم. شكرا يا فندم. خلاص يا فريدة، زي ما اتفقنا بالظبط. شكرا يا فندم. وانت مين؟ يعني مش عارفني؟ نادين ما قالتلكش ان ليها صاحبة اسمها فريدة؟ حقيقي باين على وشك الطيبة اللي مخبي وراها قلب قاسي قدر يعمل كده في نادين. بس انا ما قتلتهاش ولا عملت اي حاجة، ليه كلكم مش عايزين تصدقوني؟ انت قتلتها مرتين، مرة لما ضحكت عليها وعملت معاها علاقة واستغلت إهمال أهلها ليها واحتياجها للاحتواء، وتاني مرة لما موتها ورمتها في البحر. اقسم بالله ما حصل. ولو قلتلي كنت فين وقت الحادثة يمكن أقدر أصدقك وأساعدك. فريدة، انا هقولك ان ما قلتوش للظابط، وانتي وعدتيني تحاولي تساعديني. هحاول، بس ريحني وقولي. هقولك على كل حاجة، بس وعديني الكلام ده يفضل سر بينا. أوعدك. طيب أنا مش عارفة أتصرف إزاي يا نادين. حقي يا فريدة، محدش هياخد لي حقي غيرك يا فريدة. افتكري كده كويس، افتكري يا فريدة. أعمل إيه بس يا نادين؟ اللي عرفته من كريم مش هيفيدك في القضية، ده هيعقدها أكتر. يا رب ساعدني أعمل أي حاجة. البطارية أقل من 20%. يعني ما سمعتيش خالص عن الابليكيشن ده يا فريدة؟ مفيش يا بنتي الكلام ده أصلا. ما احنا هو عملنا سيرش على جوجل ويوتيوب وفيسبوك كمان، مفيش حاجة خالص بالوصف بتاعك ده. أكيد أنا مش مجنونة عشان يتهيالي الموضوع ده مرتين. هي دي كده علامة ولا ايه، ولا تطرف خيط يمكن امشي وراه؟ انا لازم اروح اقابل صوفي. أي خدمة؟ عايزة إيه يا دكتورة فريدة؟ عايزة اتكلم مع حضرتك في موضوع يا مدام صوفي. موضوع إيه؟ ما بقاش في كلام يتقال بعد ما أخويا خد حكم بالإعدام في جريمة ما ارتكبهاش، وقريب هيموت وهو مظلوم. على فكرة أنا عايزة أساعدك وأساعد كريم ونثبت براءته لو فعلا مش هو اللي ارتكب الجريمة. أنا الأهم عندي إن أنا أجيب حق صاحبتي. أنا متأكدة إن هو بريء. إحنا لازم نرجع الساحل أنا وإنتي، أنا محتاجاكي معايا. نعمل إيه في الساحل؟ أنا قفلت الشاليه ورجعت من وقت ما كريم اترحل على سجن ترى. لازم أفضل هنا علشان الاستئناف بتاعه اللي بتمنى يكون في أمل ويطلع منها. مدام صوفي، أنا عرفت كريم كان فين يوم ارتكاب الجريمة. عرفتي من مين؟ من كريم نفسه. علشان خاطري لازم نسافر أسرع وقت وهحكي لك كل حاجة في الطريق. بقالنا أسبوع في الساحل يا فريدة، ما وصلناش لأي حاجة.
وانا لغاية دلوقتي مش قادرة اصدق اللي كريم قالهولك، ولا قادرة اصدق موضوع الاب ده اللي بتقولي عليه. حتى بعد ما شفتي بنفسك؟ فعلا انا شفته وجربته، بس برضو احنا ما استفدناش اي حاجة لغاية دلوقتي. انا بلعب على نقطة واحدة بس، ويا رب يكون تخميني صح. انا بس نفسي اريح روح نادين اللي بتجيلي كل ليلة في الحلم وبتطلب مني اجيب لها حقها. دي هالة بتتصل. هتردي عليها؟ لا مش هرد، ولا عارفة اقول لها ايه اصلا يا فريدة. سيبك منها. بصي الرسالة دي. وريني كده. من فضلك ردي على رسايلي يا فريدة. أنا بقالي كام يوم بتصل بيك وببعتلك رسايل وما بترديش عليا. عايز أعرف سافرت الساحل ليه؟ هل سفرك له علاقة بقضية نادين؟ ولو مسافرة تتفسحي جالك قلب تتفسحي وصاحبتك مقتولة في نفس المكان؟ فهميني لو سمحتي. يوه، انا مش عارفة ارد اقول ايه. شوية اتصالات ورسايل من دكتور محسن وشوية من طنط هالة. سيبك منهم دلوقتي وخلينا في سكتنا. احنا قطعنا شوط كبير وحاسة ان هو. يا رب يا صافي نكون ماشيين في الطريق الصح. يا رب. قومي طيب نروح الكوافير عشان تكوني جاهزة. انا خايفة قوي. ما تخافيش، هو هيقابلك في مكان زحمة وسط الناس، وانا هكون شايفاكي من بعيد ومعاكي. حاضر. أنا خدت أجازة مفتوحة هتبدأ من أول الأسبوع الجاي يا هالة. أجازة؟ أنت عمرك ما عملتها. مش قادر أشتغل ولا أدخل أوضة العمليات من وقت الحادثة، وآخر مريض كان هيموت في العملية بخطأ مني. أنا بقيت خطر على المرضى يا هالة. كلنا انكسرنا من بعد نادين. أنا هسافر الساحل أول الأسبوع، لازم أعرف فريدة بتعمل إيه هناك هي وصافي. وأنا جاية معاك. خلاص يا فريدة، زي ما اتفقنا بالظبط. أنا خايفة. ما تخافيش، احنا هنكون قريبين منك، المهم تنفذي التعليمات صح. حاضر. أهلا حبيبة قلبي. انت ليه صممت تقابلني هنا يا يوسف؟ هون مكان رومانسي نقعد نتكلم فيه على راحتنا. بس أنا خايفة. خايفة من شو؟ في حدا يكون مع جوزيف ويخاف؟ مين جوزيف؟ ها اسم الشهرة بتاعي، ما تشغلي بالك. انت عايز مني ايه بالظبط؟ عايزك انت طبعا، بحبك وعايز اتجوزك. بس احنا يا دوب متعرفين على بعض من كام يوم من الآب وما تقابلناش غير مرتين. بس انا بشعر اني بعرفك من زمان. يعني ممكن تطلبني من بابا؟ طبعا يا قلبي اكيد. امتى؟ بس ارتب اموري هون واخلص شوية مشاكل في العمل واتقدم فورا. قربي مني هون، ليش قاعدة بعيد؟ اقرب ليه؟ بدي احضنك. عايز تحضني؟ انت متأكد ان انت بتحبني؟ بالقطع بحبك يا فريدة، زي ما كنت بتحب نادين. نادين؟ مين ها نادين؟ نادين اللي في الصورة دي. بص كده على الموبايل يا مستر جوزيف. وانتي ايش جاب عندك هالصورة؟ يعني تعرفها؟ لا ما بعرفها. لا تعرفها كويس، وتعرفها كمان من الآب زي ما عرفتني. الآب اللي مفيش كتير عارفينه لأنه مش منتشر، وطريقة عمله غريبة جدا ومحدش متوقعها. انت مين؟ أنا صاحبة نادين يا مستر، نادين اللي حملت منك وانت قتلتها ورميتها في البحر. انت مجنونة، وانا ما راح سيبك، راح خليك تحصلي صديقتك. شكرا يا فريدة، وقبضوا عليه. شوفي، أنا رجل أعمال واللي بتعملوه هيك راح تدفعوا ثمنه. كلامك كله أنا سجلته يا مستر جوزيف، وبأمر من النيابة كمان، خدوه. مش ناوي تعترف برضو يا أدون جوزيف؟ ما راح يتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. انت موقفك ضعيف جدا،
تسجيل فريدة لاعترافك بقتل نادين صدر بأمر من النيابة العامة، وبعد فحص موبايلك وانتظار انخفاض البطارية لأقل من 10% ظهر التطبيق اللي كنت بتستخدمه، وظهر عليه كل الرسائل اللي كانت بينك وبين نادين وبينك وبين فريدة، وفيها ما يكفي لإدانتك. انطق، لا تعامل معاك بشكل تاني خالص مش هيعجبك. راح كول على كل شيء. جدع، بالراحة بقى كده وعلى مهلك خالص وقول. أني رجل أعمال، ليا استثماراتي في شرم الشيخ وهون في الساحل وفي بلاد كتير. من آخر زيارة ليا لأمريكا واحد هناك قال لي على هالتطبيق، والحقيقة أنه عجبني جدا. كنت بدخل عليه أتسلى واتشات مع بنات صغار بأمريكا وغيرها. ما ظنيت إن في حدا هون يعرف هالتطبيق. كنت بحس بنشوة عجيبة، كان بيرفع عندي هرمون الإدرينالين بالجسم، شعور إنك بتسابق الزمن، كيف تعمل محادثة مع حدا في دقايق وتحكي كل ما تريد قبل هاتفك ما يغلق. اتعرفت على نادين من التطبيق من ميز الأصدقاء بالجوار، واتفقت معاها نتقابل من شان نحكي أكثر، لأن التطبيق ما بيتحمل والهاتف بيفصل في ثواني. وبعدين قابلتها مرات كتير وحكت لي عن انشغال والدها الطبيب عنها، وعن لا مبالاة أمها وعدم الاهتمام بها. عجبتني وصارت صديقتي. بصراحة استغليت حاجتها للحنان والاحتواء لغاية ما دخلت معي في علاقة، لكن بعدها بفترة صغيرة فاجأتني. عايزاني أتجوزك؟ انت أكيد شرب حاجة. بقولك أنا حامل يا يوسف. شو؟ حامل؟ في الشهر التاني، يعني خلاص بطني هتبان واتفضح. واني ايش دراني انه مني؟ انت اكيد مش في وعيك. انا كنت بنت لما غلطت معاك، وانت عارف كده كويس. كنت بنت كنت ولد ما يهمني. امال انت جايبني هنا على المركب ليه؟ ما قلت لي انك مبسوط وهتكلم بابي وتتقدم لي. ابوك الدكتور ها؟ لا يا امي، اولا الولد اللي تحملينه ما هو مني، ويمكن جدا يكون من اي حدا، من كريم مثلا. ثانيا انا جايبك هون فعلا مشان اعمل لك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة راح تريحك. مع السلامة حبيبة قلبي. وتليفونك أصبح أقل من 10%، يعني افتح يا سمسم ونمسح كل إشي منه ونرميه في البحر مع صاحبته. انت استغليت انشغال كل اللي في الساحل بالحفلة، ومع الصخب الموجود محدش حس بيك وانت بتستدرج نادين وتخلص منها، وده بعد ما حذفت رسايلها ليك وحذفت التطبيق نفسه من تليفونها ورميته في البحر معاها. بس غرورك خلاك ما تمسحش الرسايل من تليفونك انت، وخلى خطتنا مع فريدة توقعك يا جوزيف. انت مصممة برضو على الطلاق يا هالة؟ عشان خاطري حقق لي رغبتي يا محسن. انا معترف اني قصرت في حقك وحق نادين كتير. عشان خاطري نفتح صفحة جديدة. للأسف مش هينفع يا دكتور، صدقني الطلاق ده أحسن حل دلوقتي. مش هقدر اقف ضد رغبتك، بس ارجو انك تسامحيني يا هالة. انت كمان سامحني يا محسن. انت ما قصرتيش، والغلط الاكبر كان مني انا. الله يرحمك يا نادين، سامحيني انت كمان. انت انقذت حياتي يا فريدة، مش عارف اشكرك ازاي. احمد ربنا انه خرجك منها على خير، وادعي ربنا يسامحك على اللي انت عملته. انا ندمان ومعترف بغلطي، عشان كده قررت ارجع اوروبا خلاص. كان نفسي كلامك عن طنط هالة يكون غلط، بس للأسف تصميمها على طلب الطلاق من أنكل محسن واعترافها لصافي ان هي يوم الحادثة قضت معاك الليلة، وان هي استغلت طنط صافي ان هي كانت سكرانة وان نادين ما جاتش معاها الحفلة علشان تعبانة، وراحت لك الشاليه وقضت معاك الليلة
وانت عارف اللي حصل بقى. عشان خاطري انسي الموضوع ده خالص، مش عشاني ولا حتى عشان هالة، لاننا غلطانين وما نستاهلش حد يشفق علينا، لكن عشان نادين صاحبتك وسمعة امها. ما تقلقش يا كريم، السر كبير وانا مستحيل اتكلم فيه مع حد، وربنا يسامحكم بقى ويسامح دكتور محسن على اهماله لبنته ومراته لغاية ما للأسف كانت دي النتيجة. الله يرحمك يا نادين، الله يرحمك يا صاحبة عمري. قدمنا لكم التمثيلية الإذاعية أقل من 10%. إلقاء التترات فاطمة إبراهيم. تصميم الأفيش سيد جاد. جسدها صوتيا شيماء هاني في دور نادين، منى البغدادي في دور فريدة، هنا أبو العزم في دور هالة، ولاء عصام في دور صافي، أدهم السقاف في دور دكتور محسن، أحمد هشام في دور كريم،